السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. تعالوا النهاردة هنتكلم عن ألم الرقبة. اوكي، ألم الرقبة مشكلة ناس كتيرة جدا جدا جدا. فلو ألم الرقبة عندك هو فعلا الألم يكون ناتج عن فقرات الرقبة ولا مشكلة في عضلات تانية؟ اوكي، ليه بقول لك كده؟ بقول لك كده عشان ناس كتيرة جدا جدا مفكرة أو بتفكر إن المشكلة الرقبة في الفقرات نفسها. يعني إيه؟ أو إيه هي فعلا أسباب الألم أو وجع الرقبة؟ أغلبها بتكون أغلبها بتكون أسباب عشان مثلا الشخص بينام نومه غلط، أو بيقعد قعدة غلط، أو قاعد مثلا على التليفون هو موطي فترات طويلة. اوكي، فده كله بيؤدي الى مشكله في الم الرقبه، في الم في الرقبه. اوكي، بس ده ممكن يكون في اسباب تانية. ايه هي؟ مشكله في الكتف او عضلات الكتف. حد هيجي دلوقتي هيجي يقول لي طب ايه علاقه الكتف بالرقبه؟ هقولك العلاقه بكل بساطه شديده جدا. لو عضلات كتفك وخصوصا الترابيس، تمام، لو فيها مشكلة لو فيها مشكلة سواء كان ضعف أو شد في العضلات، أوكي، أو كل الحاجات دي كلها هي هتأثر على الرقبة. بتأثر على الرقبة عشان الرقبة أو عضلات الرقبة هي بتشتغل شغل الكتف. تخيل كده إن الكتف بتاعك ضعيف، أوكي، ما بيقومش بالمهام بتاعته. فإيه اللي بعوض الشغل ده؟ هتلاقي اللي بعوض الشغل ده عضلات الرقبة. اوكي، ومن هنا بيؤدي لوجع الرقبة. فعشان كده في ناس كتيرة جدا جدا هي بتعالج ألم الرقبة بس الألم بيرجع تاني. اوكي، في أسباب تانية أو مش أسباب تانية بس يكون ليها ناتج مختلف شوية. ايه هو؟ مشكلة في العصب، او اعرف ازاي ان في مشكلة في العصب بسبب الرقبة. لو حصل تنميل في ايدك، اوكي، او ضعف في دراعك بشكل عام، او او تنميل او حرقان في صوابع ايدك، لازم تفهم على طول ان ديت مشكلة في العصب. اوكي، جاي منين؟ جاي من عضلات الرقبة. فهمنا الفكرة؟ ده كله كده باختصار ألم الرقبة في كلمتين تلاتة. تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.